هي ممكن فعلا الأموات تتكلم؟ طب ممكن الأموات تدور على حاجة؟ يعني مش ممكن واحد مات ويجيلك ويدور على حاجة ليها علاقة بموته، وانت من غبائك تدور له على الحاجة دي؟ فهنا بتصبح فريسة سهلة للرعب. كنت قاعد في محل الانتيكات اللي انا شغال فيه، وقاعد ماسك الموبايل بتاعي وبقلب في الريلز كده، يعني تقريبا ما كانش فيه زباين بتخش اصلا، بس مين دلوقتي بيخش يشتري تحف وانتيكات وكلام من ده. المهم وسط ما انا قاعد لقيت الباب اتفتح، والصوت بتاع جرس الباب القديم ده راح ضارب، ولقيت واحد دخل، واحد من هيئته كده تحس ان هو جاي لي من السبعينات طازه، لابس البدل القديمه دي ولابس طربوش الاحمر. يا عم اللي انت لابسه ده احنا في 2026. لقيته دخل وهو عمال يبص يمين وشمال كده ويتفرج على اللوحات والفازات والحاجات اللي متعلقه في المكان، وانا قاعد كل ده مكاني مستني ان هو يعني يقرب من حاجه، ولكنه كان واضح ان هو بيدور على حاجه معينه. فضل يبص كده يبص كده من غير ما يلمس حاجة، يمسك حاجه يعني يشوفها يتفحصها. فهنا قلت يمكن بيدور على حاجه معينه، فرحت قايم له وقربت منه وقلت له اهلا وسهلا فندم، نورت. حضرتك بتدور على حاجه معينه؟ فلقيته قلع الطربوش كده وقال لي انا كنت بدور على مرايه. استغربت كده قلت مرايه؟ فقال لي ايوه مرايه، يعني مرايه طويله كده شويه، مش طويله قوي ولكنها مرايه مش عارف اوصفها لك، مرايه عريضه. فقلت له لا والله يعني مش هتلاقي مرايات هنا، هنا هتلاقي لوحات، تحف، فازات، حاجات من دي يعني، لكن مرايات مش هتلاقي بصراحه. قلت له انا عندي حاجات احسن، يعني حضرتك بتفضل الانتيكات وكده، عندي حاجات احسن ممكن اوريها لك. فقال لي لا انا بدور على المرايه اللي قلت لك عليها. فقلت له والله لا للاسف مش موجوده. فلقيته راح مطلع كارت من جيبه كده وقال لي طب بص انت اسمك ايه؟ قلت له اسم نبيل. فقال لي طب بص يا نبيل انا بايونيتا. فقلت له ايه معلش؟ قال لي بايونيتا. قلت له بايونيتا صح؟ انا سمعت صح؟ قال لي بالظبط. ايه الخواجه بايونيتا، انا بدور على المرايه دي من زمان جدا، لو انت عثرت فيها وجبتها لي هديك مبلغ مش هتصدق، المبلغ اللي انت هتقول عليه حتى لو كان كام هديهولك، بس تجيب لي المرايه. فقلت له على الله، لو لقيتها اكيد هكلمك يعني. قال لي طب ده الكارت بتاعي في رقم التليفون وفي العنوان، لو صادفتها تكلمني فورا، ان شاء الله لو كان معاك ايه تسيبه وتجيبها وتجيلي، وصدقني هترتاح من شغلك ومن الاماكن اللي انت فيها دي. فقلت له خلاص على الله. خدت منه الكارت ورحت حاطه في جيبي، والراجل فضل يبص برضه في المحل كده كانه مش مصدق كلامي يعني، وبعدها بص لي وقال هستناك يا نبيل، وراح لبس الطربوش تاني فتح الباب وخرج. رجعت على المكتب اللي انا بقعد عليه ورحت قاعد وماسك طلع التليفون، طبعا عليه مناخوليا، مراية ايه ومش مراية اللي يدفع فيها الافات. وانا قاعد بعديها بشويه لقيت عربيه جت بره، ففضلت مستني الباب اتفتح ودخل منه واحد وهو معاه دفتر كبير كده وقال لي امال عم سليمان فين؟ فقلت له لا عم سليمان تعب شويه وفي البيت يعني، بس انا شغال هنا اتفضل. فقال انا كنت جايب له البضاعه اللي هو قال عليها، فعايزه عشان يوقع عليها يعني ويستلم. قلت له ماشي تمام، لو كده ممكن تتصل بيه وهيقول لك ان انا هوقع عليها وهستلم، ما تقلقش يعني انا شغال هنا معاه من زمان. فقال لي ماشي ماشي اتفضل طب معايا علشان تستلمها. طلعت انا وهو بره المحل، وهو اتصل بعم سليمان وقال له ماشي يسلمها لي وان انا امضي عليها. كانت عربيه نص نقل وفيها تحف وحاجات من اللي احنا بنشتغل فيها، يعني حاجات جديده وحاجات كانت ناقصه عندنا. كان في واحد كمان السواق يعني بتاع العربيه كان بينزل معايا، طبعا كان في حاجات يعني مش صغيره، حاجات كبيره وتقيله ما ينفعش اشيلها لوحدي، لان الكسره في الحاجات دي مصيبه، حاجات غاليه طبعا. خدناها وفضلنا ننقل في الحاجات كلها للمخزن اللي جوه المحل، وبعد ما نقلنا كل حاجه شكرت المندوب والسواق وكله بقى زي الفل واستلمت وخلاص. وكده كده عم سليمان يعني دافع حق البضاعه دي. خدوا العربيه ومشوا، وانا رحت داخل تاني وقعدت مكان ما كنت قاعد، وقلت اما عم سليمان يجي بقى يبقى يشوف البضاعه، نشوف هنرص ايه وبتاع. ولكن لقيته اتصل بيا وقال لي ايه يا نبيل؟ قلت له ايوه يا عم سليمان. قال لي استلمت البضاعه؟ قلت له ايوه استلمتها وفي المخزن وكله زي الفل. قال لي طب بص هتدخل تبص عليها تشوف الحاجات اللي ناقصانا وتعلقها مكانها، يعني اي حاجه ناقصه في الرفوف هتلاقيها جوه هتاخدها وتحطها مكانها، والحاجات الجديده تسيبها زي ما هي، لما اجي لك الصبح اقول لك هنحطها فين. قلت له خلاص ماشي. قال لي خلاص الموضوع ده سريع سريع وقفل يلا خد بعضك واتكل على الله. قلت له ماشي، ورحت واخد بعضي ورحت داخل على المخزن جوه. نورت النور وبدات اشوف الحاجات اللي هي يعني فيها نقص عندنا، بدأت اخدها واحطها مكانها بره على الرفوف، وتقريبا كده ما بقاش خلاص غير الحاجات اللي هي الجديده. وسط الحاجات دي لقيت حاجه غريبه، حاجه متغطيه بملايه بيضه. انا مش فاكر ان انا شلت حاجه زي كده اصلا. قربت من عليها ورحت شايل الملايه عشان اتفاجئ، لقيت مرايه طويله بنفس الوصف اللي كان بيوصفه الخواجه ده. طبعا ما كنتش مصدق اللي انا شايف، معقوله تكون
حقيقه يعني، والمرايه جت صدفه كده. طب هعمل ايه؟ قلت يعني ده راجل قال لي هيديني مبلغ كبير، المبلغ اللي هطلبه يعني لو قلت له 100,000 جنيه هيقول لي خدهم، ده بيدور عليها من سنين. قلت بس زي الفل، كنت مغطي الملاية تاني ورحت واخدها ورحت طالع بيها حاططها بره في المحل، وقلت انا هاخدها واطلع بيها على البيت. واضح يعني ان المراية دي جت غلط اصلا في البضاعة. لو عم سليمان سأل عليها الصبح هقول له ده انا بعتها وخلاص وادي فلوسها اهي، ولو ما سألش عليها خلاص هديله برضه فلوس وبتاع واقول له بعتها باي حاجه. فخدتها ورحت طالع بيها على البيت عندي. اول ما دخلت حطيتها في الاوضه، طبعا بقى الاسئله كتير، اختي وامي وبتاع، ايه اللي انت جايبه ده ومش ايه؟ لا ما فيش، دي مرايه بس وبكره هاخدها معايا وانا نازل. اول ما وصلت حطيت المرايه في الاوضه عندي كده، الاوضه حطيتها قدام السرير، رحت طالع على السرير وطلعت الرقم بتاع الخواجه ده واتصلت بيه. اول ما رد عليا طبعا ما كانش عارفني، ولكن فكرته بيا وقلت له انا لقيت المرايه اللي انت بتدور عليها. الراجل فرح وما كانش مصدق، قال لي بجد؟ قلت له ايوه والله قدامي اهي. قال لي تمام، بكره هتجيبها وتجيلي على العنوان اللي في الكارت عندك، وزي ما قلت لك هديك كل اللي انت عايزه. قلت له ماشي بكره هجيلك. قفلت معاه قلت زي الفل، هنام وبكره الصبح هاخد المرايه في عربيه واطلع بيها على هناك. صحيت من النوم على صوت صرخه تهز الجبال. فتحت عيني كده لقيت اختي واقعه على الارض وهي عماله تصرخ، يا بنتي في ايه في ايه؟ الكل طبعا اتلم عليها وحاولنا نفوق فيها وخدناها وطلعنا بره الاوضه، لانها يعني بعد ما وقعت كانت عماله تشاور على المرايه، محدش فاهم حاجه. فقالت انها كانت عايزه تبص على المرايه تشوف شكلها غريب كده، فداخله عشان فضولها سألها. شالت المرايه اللي كانت عليها وبدات تبص، ولكن وهي واقفه قدامها لقيت انعكاسها، عينيها في انعكاس المرايه كانت بتنزل دم. اول طبعا ما شافت كده راحت وقعت على الارض وفضلت تصرخ. في البيت بقى ما سابونيش، لا المرايه دي مش هبات والمرايه دي مش عارف ايه. فقلت لهم خلاص محدش يجي جنبها وانا اخدها الصبح وانزل. طبعا ما صدقتش اللي هي قالت. دخلت الاوضه وبصيت للمرايه، مفيش اي حاجه، المرايه عاديه اهي وانعكاس باين فيها، وعمال احرك ايدي وكده مفيش اي حاجه. رحت قافل الباب وطلعت نمت. وصحيت تاني يوم اتصلت، فضلت اتصل بيه ولكن حاجه غريبه، الرقم بتاعه بيقول لي خارج نطاق الخدمه. فقلت ما الله اعلم بقى اللي حصل، انا اخدها واروح على العنوان بتاعه. خدتها ونزلت من البيت وطلعت على العنوان بتاعه. اول ما وصلت ركنت المرايه كده على جنب. البيت بتاعه كان شبه القصر، حاجه كبيره كده فخمه. خبطت على الباب وشويه ولقيت الراجل فتح. قلت له المرايه معايا وبتاع، لقيته بص لي بقرف كده وقال لي هاتها وتعالى. قلت ايه ده في ايه؟ قلت مش مشكله مش مشكله، اهم حاجه ناخد الفلوس. شلتها ودخلت وراه. قال لي استناني هنا. استنيته لقيته طلع على السلم الدور اللي فوق شويه ونزل وهو لابس لبس تاني غير اللي فتح لي بيه، وقال لي هاتها وتعالى ورايا. قلت ايه الشغلانه دي؟ قلت له عم المرايه هي، ما تاخدها بقى وتجيب الفلوس خلينا امشي. قال لي هتيجي ولا لا؟ قلت له ماشي. رحت واخدها ورحت طالع معاه من البيت. كان معاه عربيه كبيره كده بره، عربيه جيب كبيره. قال لي حطها في الكنبه اللي ورا. حطيت المرايه في الكنبه اللي ورا وهو ركب وانا ركبت جنبه، ولكنه ما اتحركش. قال لي ثانيه واحده. فتح الباب العربيه ونزل، ولقيته فتح الشنطه بتاعت العربيه وراه وفضل ورا بتاع 3 4 دقايق بيعمل كده. فقلقت بصراحه، رحت نازل من العربيه بصيت عليه ما لقيتوش، لا هو ولا المرايه. قلت يا نهار اسود، يعني سرقني؟ طب وبعدين دخلت تاني على جوه، فضلت اخبط على الباب محدش بيرد. طب اعمل ايه؟ لحد ما لقيت حد من بره كده، من بره البيت نفسه عمال ينده علي، انت يا استاذ بتعمل ايه عندك؟ فرحت له قلت له يا عم الراجل هنا وبتاع سرقني وعايز اشوفه. قال لي الراجل مين؟ قلت له الراجل اسمه بلوريتا ده ولا اسمه ايه مش فاكر. فالراجل اتصدم كده وقال لي الخواجه؟ قلت له ايوه هو كان خواجه. قال لي الخواجه. فقال لي طب تعالى يا ابني تعالى يا ابني نمشي من هنا بسرعه. قلت له يا عم في ايه؟ بقول لك ناصب عليا. قال لي اسمع كلامي يلا من هنا قبل ما نتاذي، تعالى بس نروح البيت عندي وانا هحكي لك كل حاجه. الراجل فضل يهودني وبتاع لحد ما رحنا البيت عنده. دخلنا وقلت له في ايه بقى انت خدتني من هناك ليه؟ فقال لي يا ابني انت مش عارف البيت اللي كنت فيه ده بيت مين؟ قلت له ما قلت لك. قال لي بص البيت ده مسكون اللهم احفظنا. فقلت له ازاي؟ قال لي هحكي لك. زمان من حوالي يعني 10 سنين كده تقريبا، البيت ده كان ساكن فيه خواجه. الخواجه ده كان اسمه الخواجه بايونيتا. كان جاي مصر هنا علشان بيدرس حاجه كده عندهم وبتاع. اللي عرفناه يعني ان عيلته كانت مهتميه بالسحر الاسود والحاجات دي اعوذ بالله، وهو كان جاي مصر بيتعلم حاجه من النوع ده. فضل في البيت ده، اشترى البيت ده وفضل قاعد فيه من ساعه يا ابني ما جه المنطقه هنا، والويل كله شفناه على ايده. بقينا بنسمع صوت صراخ بالليل وبتاع، والمنطقه كلها لابسها عفاريت. لحد ما بعد فتره كده بدات الناس تموت في المنطقه. بقينا نلاقي الناس اللي واقع هنا مش عارف ايه، واللي مرمي في النهر اللي هناك ده، والدكاتره كلها كانت بتقول ان هم ميتين بسكته قلبيه. فرحنا الراجل ده وقلنا له سيب البيت، اللي انت بتعمله هو اللي اذينا. ولكنه قال لنا براحتكم ده بيتي، اعمل اللي انا عايزه، مش عاجبكم سيبوا انتوا البلد. رده كان بارد بصراحه. بلغنا عليه اكتر من مره ولكن
محدش كان عارف يعني ياخد معاه لا حق ولا باطل. من الاخر الراجل كان بيقول لك انا في بيتي واعمل اللي انا عايزه، لحد اما مره واحده الناس في القريه تحس انها اتجذبت، كانوا بيروحوا له البيت علشان يتقوا شره من الاخر. ولكن اللي كان بيروح البيت كانوا بيلاقوا جثته مرميه تاني يوم قدام البيت. فضلنا على الوضع ده فترة كبيرة لحد ما في يوم حصلت حاجة غيرت البلد كلها. صحينا على صوت صريخ جاي من جوه البيت، ولما بصينا كده لقينا النار قايدة في البيت كله. طبعا بلغنا والإسعاف جت والحكومة وكده، ولما دخلوا البيت لقوا بايونيتا ميت جوه. ما كانش ميت لوحده، كان معاه عدد كبير جدا من أهل البلد محروقين وميتين جوه وماليين البيت كله يا ابني. فالمهم الدنيا ما هديتش طبعا على كده، الموضوع فضل مستمر فترة، صوت صراخ وبتاع ونشوف خيالات لناس بتتعذب جوه. وفضلنا على كده لحد اما جينا كان في واحد في البلد هنا اسمه صالح، ومنه لله لا صالح ولا نيلة، دخل البيت علشان يسرق منه يعني. وسرق ايه بقى؟ سرق مراية. ما تعرفش خدها يعمل بيها ايه اصلا، بس تقريبا كده هي دي الحاجة القيمة اللي لقاها جوه، لان بقية الحاجات اتحرقت. خد المراية دي وطلع من البيت. وبعدها يا ابني ايه اللي حصل؟ لقوا صالح مقتول في العربية اللي كان حاطط فيها المراية يعني، لو مقتول جواها والمراية مش موجودة. والدنيا هدت شوية، ولكن الفترة دي بدأت إنها تهيج تاني، وبقينا نسمع أصوات ناس من جوه البيت وهي بتصرخ وبتقول المراية المراية. ما فهمناش أي حاجة. ولكن دلوقتي أهو كده يعني في وقتنا دلوقتي وأنا بكلمك الدنيا هادية، لا في صراخ ولا في حاجه. فقلت له المرايه دي انا جبتها، المرايه دي جات لي بالصدفه في المحل اللي انا شغال فيه، والراجل ده نفسه جالي وقال لي على المرايه. فلما المرايه دي جات لي جبتها وجيت له واستقبلني ودخلني البيت، وبعدها خد المرايه وما اعرفش هو راح فين. فقال لي يا ابني احمد ربنا انها وصلت معاك لحد كده. فقلت له يعني ايه؟ ما انا مش فاهم برضه. قال لي يا ابني هي ملهاش غير حل واحد، المرايه دي اتسرقت من الخواجه، والخواجه كان ليه في السحر والحاجات دي واذى ناس كتير جدا. فالظاهر ان المرايه دي ليها علاقه باللي كان بيعمله، وشكله كده هو مهديش الا لما رجعها تاني لبيته. والله اعلم بقى هو دخل فيها ولا ايه اللي حصل. ولكن احمد ربنا انك ما اتأذيتش، ومصيرك ما كانش زي مصير صالح او الناس اللي اتقتلت جوه البيت ده. طلعت من بيت الراجل ده وطلعت على شغلي. قلت خلاص يعني فهمت كل اللي حصل. ولكن في يوم وانا قاعد لقيت الباب اتفتح والخواجه بايونيتا داخل عليا بنفس اللبس اللي كان لابسه قبل كده. دخل وهو عمال يبص يمين وشمال كده وبتاع. انا حسيت إن ده فلاش باك، الموقف بيتكرر تاني. فقمت من مكاني وقربت منه وقلت له انت عايز ايه تاني؟ فبص لي من فوق لتحت كده وقلع الطربوش اللي كان لابسه وقال لي المرايه جات لك. فقلت له المرايه انت مش خدتها؟ فقال لي ايه؟ ايوه انا خدتها، بس قلت اتاكد منك علشان لو جات لك تاني ولا حاجه. فقلت له لا، لو جات لي تاني لا هاخدها ولا هلمسها. فقال لي جدع يا نبيل، مش نبيل برضه؟ قلت له ايوه. فابتسم كده وقال لي لو جات لك مرايه تاني انت عارف هتلاقيني فين، في نفس البيت اللي انت جيته قبل كده. روح هناك بس واسأل على مراية بايونيتا. وبس كده، وبكده تكون انتهت القصة بتاعتنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تعمل لايك وتشترك في القناة لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تسيب لي رأيك. كان معاكم محمد نبيل، اشوف وشكم على خير.